نجلها مصاب بإعاقة جسدية وتوفي 2 من أبنائها في عام واحد. مآسي عاشتها الفنانة فيروز. ليس هناك ما هو أقسى على النفس البشرية من فقدان كل من يحب وهو لا يزال على قيد الحياة، ولكن الأشد إيلاما هو أن يشهد المرء رحيل أبنائه واحدا تلو الآخر أمام عينيه. هكذا كانت حياة جارة القمر فيروز، فخلف ذلك الصوت الملائكي الذي أطرب الملايين تكمن امرأة ذاقت من العذاب والمواجع الكثير. ولدت فيروز أو نهاد وديع حداد في 20 من نوفمبر عام 1934 في أحد أزقة بيروت الفقيرة. كانت عائلتها تعيش في ضيق شديد، شقة متواضعة تتكون من غرفة وصالة مع مرافق مشتركة. كان والدها عاملا بسيطا في مطبعة، ولم يكن يملك حتى ثمن تعليم أبنائه، مما جعل نهاد تلتحق بالمدرسة في سن متأخرة. حدثت المصادفة التي غيرت مجرى حياتها حينما كان الموسيقار محمد فليفل يجوب المدارس بحثا عن أصوات شابة للإذاعة اللبنانية. انبهر فليفل بصوت نهاد النحيل والخجول، وأصر على والدها أن تلتحق بالمعهد الموسيقي الذي سمعها فيه مدير الإذاعة آنذاك حليم الرومي، فقرر تعيينها في كورال الإذاعة براتب قدره 21 دولارا، وهو مبلغ كان يسد رمق عائلتها الفقيرة. وفي عام 1905 أطلق عليها الرومي اسمها الفني فيروز، تشبيها لصوتها بحجر الفيروز الكريم. عرفها حليم الرومي على عاصي ومنصور الرحباني اللذين لم ينبهرا بصوتها في البداية، وظن أنها لا تصلح إلا لغناء الترانيم، لكنهما بدأ العمل معا وحقق نجاحا. تطورت العلاقة بين عاصي وفيروز، وتزوجا في يناير 1955. بعد زواجهما انطلقا في رحلة فنية مكثفة، حيث سجلت فيروز 40 أغنية في 6 أشهر فقط، وقابلت الموسيقار محمد عبد الوهاب الذي وصف صوتها بأنه مغزول من خيوط الفضة. وبدأت تتغلب تدريجيا على رهبة المسرح حتى وقفت لأول مرة في مهرجان بعلبك عام 1957. لكن الفرحة لم تدم، ففي عام 1958 ولد ابنها الثاني هالي، الذي أصيب بعد أشهر بمرض التهاب السحايا، مما أدى إلى تلف جهازه العصبي وإصابته بإعاقة عقلية وجسدية دائمة. توالت المآسي، ففي عام 1961 وبينما كانت تسجل أغنية يا جارة الوادي، وصلها خبر وفاة والدتها المفاجئ عن عمر ناهز 45 عاما. دخلت فيروز في حالة من الاكتئاب والعزلة، حيث آلمها أنها لم تلحق تعويض والدتها عن سنوات الفقر والحرمان. لطالما كان يراود فيروز وعاصي طموح النجاح في مصر، وانتشرت شائعات بأن أم كلثوم كانت تمنع أغاني فيروز في مصر، ولكن الحقيقة كانت مغايرة، حيث التقت كوكب الشرق بفيروز في بعلبك عام 1966 وحثتها على زيارة مصر، وهو ما حدث بالفعل في نفس العام، حيث استقبلت فيروز استقبالا رسميا وشعبيا حافلا. في عام 1972 وأثناء تحضير مسرحية المحطة، أصيب عاصي بنزيف حاد في المخ. كانت لحظة فارقة في حياة فيروز، فقد كان عاصي هو الموجه والمسيطر والآمر الناهي في مسيرتها. في تلك الأزمة كتب منصور الرحباني كلمات أغنية سألوني الناس، ولحنها لابن زياد الذي كان في 16 من عمره، لتعبر فيروز بدموعها على المسرح عن افتقادها لعاصي الذي كان يصارع الموت. لم تتوقف الأحزان عند عاصي، فبعد 2 فقدت ابنتها ليال بنفس مرض والدها، انفجار في المخ، وهي في 28 من عمرها. واجهت فيروز هذا المصاب بصمت مطبق زاد من هيبتها ووجعها. في سنواتها الأخيرة أثرت فيروز العزلة التامة، وفي عام 2025 رحل ابنها ورفيق دربها الفني زياد، وبعده ب6 أشهر فقد توفي ابنها هالي في يناير 2026، ذاك الابن الذي نذرت حياتها لخدمته ورفضت إيداعه أي مصحة.
رحل الجميع، وبقيت فيروز وحيدة مع ذكرياتها وصمتها، لتظل قصتها شاهدة على أن أعظم الإبداعات غالبا ما تولد من رحم المعاناة الأشد قسوة.